يخص الاحتواء. والله انا لما لقيت النتيجه بس طبعا ده ما كانش ينفع اقوله في المداخله. بعض اللعيبه ابتدت تخرج عن السيطره، حاجه من الاثنين، يا اما تتعامل بالقانون بنص قانون وتدي اللعيب انذار في طرد ويبقى المباراه باظت، يا اما تاخد اللعيب تحتوي غضبه. بزازه هي دي اللي عمل بيها الحكم محمد عادل الاحتواء في ماتش ال5-3 لما لعيبه الزمالك دبدبت في الارض وعيطت زي العيال الصغيره اللي بترضع. اديلهم البزازه يا حبيبي، اديله النداغه يا حبيبي، اللي هي يا حبيبي طبطب عليه يا حبيبي، ما تحسبلوش انذارات يا حبيبي، سيبه فوت له، اصل عشان الاحتواء ده انا لو كنت طلعت لهم انذارات كان زمان الفرقه كلها اتطردت. ده بالصوت وبالصوره سمعناه، وتقول لي الاهلي بيتجامل، وتقول لي الاهلي هو اللي بيكسب بالتحكيم. يا راجل اختشك، يا راجل اختشي يا ابو بزازه يا اللي بيرضعوك البزازه زي العيال الصغيره. وانت محمد عادل انت ايه؟ هو انت في حضانه ولا انت بتحكم في ماتش كوره المفروض ان ما بين فرقتين كبار هزقتونا وفتحتونا الله يخرب بيوتكم. انا كزملكاوي اتفطمت خلاص، مانيش عايز بزازات، انا عايز العب زي الرجاله زي النادي الاهلي. ما تضحكوش علينا وتعملونا كده، ده احنا طلعنا بالبزازات، شفناه بالصوت وبالصوره، هتكتبه جبتهولك. طلع وقال لكل الناس كنتوا بتقولوا ما فيش حاجه اسمها احتواء، طلعت بزازات، طلعت بزازات. الموسم ده ما احناش عايزين بزازات. اتعلموا من النادي الاهلي الرجاله اللي لما بيتغلب له هدف بيجيب 2 و3، اللي لما بيتحسبلوش ضربه جزاء بيطلع برضه غالب بال4 وبال5. هو ده النادي الاهلي اللي بتتريقوا عليه ومفهمينا ان احنا الملوك، طلعنا احنا بتوع بزازات.